الناس تفكيرها الاهل انه لو احنا قررنا ان احنا نعمل عمليه، العمليه دي مش سهله، وده برضه هي عمليه فعلا مش سهله. فبيسالوا دايما عن مدى امان العمليه وتفاصيل العمليه، وايه اللي يخليهم يعني يبقوا زي ما بيقولوا ماشيين في منطقه امنه. تمام. احنا الحمد لله يعني في سنه 2025 الامور يعني نسبه الامان في العمليات دي بقت احسن بكتير. اول حاجه زي ما حضرتك قلت ان هي عمليه فيها تكنيكال، يعني حاجات تكنيكال كتير، فهي الى حد ما عمليه معقده. عشان كده انا سافرت يعني دول متعدده عشان اقدر اتعلمها واعملها باتقان. فهي اول حاجه ان احنا يبقى معانا فريق محترف في العمليه دي، لان حضرتك عارف هي العمليه ليها دعوه بحاجات علميه وحاجات فنيه. فدي اول نقطه. تاني نقطه ان احنا بنستخدم دايما معانا حاجه اسمها جهاز مراقبه الاعصاب او انترا اوبرتيف نيورو مونيتورنج، وده جهاز بيوصل على المخ وعلى الاعصاب الطرفيه ويتاكد ان النخاع الشوكي طول الوقت العمليه شغال من غير مشاكل، بحيث ان انا لو في اي تداخل مع شغل النخاع الشوكي يدينا انذار سريع، فبالتالي نقدر نتداركه بسرعه. المشكله الرئيسيه اللي كانت بتحصل ايام زمان في العمليه دي اللي هي ضعف الاعصاب، فاحنا قدرنا تقريبا يعني نتخطاها تماما بوجود جهاز مراقبه الاعصاب، طبعا مع وجود فريق متخصص تخدير كويس. فيعني العمليه دي مع فريق متخصص نقدر نقول ان نسبه النجاح بتاعتها وصلت من 97 ل 98%، ودي حاجه يعني نعتبرها ممتازه في عرف العمليات، يعني ان نسبه الكومبليكيشنز او المشاكل اللي ممكن تحصل لا تتراوح اكتر من 2 ل 3% لو احنا مشينا على البروتوكولات العالميه.